تعالى تعالى بس، انت مفكر ان المطبخ ده كان كده؟ الحقيقه الشقه النهارده اللي هكلمكم عنها فيها كم تفاصيل ممتعه. اول حاجه، انا الحقيقه كان عندي المطبخ ده مقفول وكان عندي هنا حمام ضيوف. لو بصينا في الجزء ده، تعال نتكلم عن المطبخ. طبعا كسرنا المطبخ على حمام الضيوف عشان نوسع المساحه، لان المطبخ كان ضيق جدا والكلاينت ما كانش محتاج لحمام الضيوف. بنينا الكتف ده، طبعا عرفنا مقاس التلاجة، ما شاء الله التلاجة حجمها كبير، فبنينا الكتف ده عشان اقدر استفيد بيه في الاضاءه اللي عندي الخارجيه، واقدر اعمل بيه معبره بالشكل ده. وعندي هنا كاميرا زي ما احنا شايفين كانت فاصل ما بين حمام الضيوف وما بين المطبخ. خدنا الكاميرا دي جلدناها بالكامل مع كل عمايل المطبخ. المطبخ كله تفاصيل ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب البيت. عندي ثلاجه وديب فريزر، عندي وحده هنا ديكوريه هتحط فيها بوتس زرع، عندي وحده تخزين علويه. وكنا بنراعي كويس قوي ان الضلفه، بص العلاقه، بص الحسابات الهندسيه المظبوطه، ان الضلفه لما تفتح ما تخبطش في الكاميرا. الكلام ده مهم قوي. عندي هنا نيش ديكوري في قلب المطبخ بالكامل، فيه الاضاءه، بصوا الاضاءه طالعه من الازاز، شغل احترافي عالي قوي. انا اول ما فتحت الزاويه الاضاءه، طبعا انا كده قفلت سوفت كلوز، السنسور عندي قفل. اول ما باجي بفتح بلاقي الاضاءه سوفت كده بتبدا تفتح معايا بالمنظر ده. عندي مكان سوبر ماركت بالكامل اقدر اخزن فيه. عندي هنا غساله ملابس، وعندي غساله اطباق، وعندي هنا منطقه الفلتر والحوض موجود بالكامل. هنا عندي مكان خاص بالتوابل، عندي برضو هنا جزء ديكوري، وعندي هنا المطبقيه اللي بتخدم على الجزء الخاص بالحوض. الحقيقه انا عندي هنا سخان غاز، وحده مفرغه فيها السخان الغاز بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. وطبعا عالجنا الجزء ده لان شرب الميه او تاسيس الميه الخاص بسخان الغاز دايما بيكون واطي في الباك سبلاش، فعملنا له المعالجه بالشكل ده. وعندي هنا جزء التوابل، عندي مواسير الغاز ماشيه هنا، عملنا لها معالجه من نفس العلبه الخشب ومن نفس الماربل الرخام الكوارتز اللي موجود. ما شاء الله عندي هنا البوتاجاز البوش، وعندي طبعا الشفاط ال جي السرعات التاتش زي ما احنا شايفين. جينا هنا في الزاويه، استخدمنا هنا زاويه مفصله على مفصله بالشكل ده. عندي هنا وحدات ادراج تخزين بالكامل، طبعا عندي هنا سوفت كلوز، وعندي هنا الهوايات عشان خاطر اقدر احط الخضار وما يحصلش اي عمليه تعفن. تعالى اطلعك من المطبخ التحفه ده سريعا، اكلمك عن الطرقه. الطرقه تكاد تكون بسيطه ولكن فيها عناصر كتير مهمه، واوعى تنساها في بيتك. راعينا جدا في الديزاين بتاع السقف ان انا عندي ماجنتيك تراك اسود جاي مكمل بزاويه زي ما احنا شايفين، عشان اعمل توافق او استمرار بصري في التصميم. والجنب التاني عندي فيه سبوتات وعندي بيت نور. زي ما انت واقف هنا لو بصيت هتلاقي عندي منطقه الجزامه، عندي هنا شكل شيك ديكوري. عندي هنا تكييف بيشتغل على المطبخ. طبعا لما فكرنا ازاي هنخفي منطقه التكييف وازاي نستغل المنطقه دي كجزامه، فالحقيقه قدرنا نعمل الحركه اللي احنا دايما بنعملها. عندي منطقه هنا لضلفه مخفيه بالشكل ده، عندي هنا منطقه ديكوريه بالكامل، عندي ضلفتين جزامه تشيل فيها كل اللي تحلم بيه، كل اللي نفسك فيه. عندي هنا وحده ادراج احط فيها المفاتيح واحط فيها كل العناصر بتاعتي، وعندي هنا مرايه تاتش. لو بصيت هنا وراك هتلاقي عندي ديسبنسر، ناس كتير قوي بتنساه في الشغل او في البيوت عندها. الديسبنسر هنا كنا عايزينه ما يبانش ويمشي مع الشكل الديكور اللطيف اللي موجود في الطرقه، فعملنا ايه؟ عملنا هنا ضلفه زي ما احنا شايفين فيها الجزء اللي بملى فيه الميه، وعندي الجزء السفلي. ولو عايز اغير القاروره بقدر اغيرها من هنا. الكلاينت قال لي لا انا مش عايز اغير القاروره، انا عايز اجيب فلتر يبقى مربوط بالقاروره. عشان كده هتلاقي في هنا عندي وحده حمام هنتكلم عنها، حاطين فيها الفلتر وعاملين اتصال ما بين الفلتر اللي هنا وما بين القاروره، بحيث بشكل دايم ما يقعدش يغير فيها كل شويه. استفدنا بالجزء اللي على اليمين بمنظفات بالكامل تخزين ستورج، علشان خاطر ما تبقاش مرميه في اي حته ونلم في شويه كراكيب وكده. لو دخلنا على الحمام الخاص بالغرف، اول حاجه بتقابلني منطقه الحوض، بورسلين بالكامل، تصنيع بورسلين اسباني معمول بالكامل تصنيع. عندي وحده تخزين سفليه درجين، وعندي الفلتر اللي لسه كنت بكلمك فيه تاسيسه بالكامل وعلى اتصال مباشر بالديسبنسر اللي بره. عندي وحده تخزين هنا علويه، وعندي مرايه شيك انسيابيه بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه. بدخل جوه بلاقي عندي منطقه القعده، وعندي طبعا منطقه الشطافه، وعندي هنا جلسه بقدر احط عليها اكسسوارز واقدر احط عليها اي عناصر ديكوريه. بخش جوه عندي الشاور كابن، عندي جروف طبعا فيه عناصر مضيئه، وعندي هنا ريني شاور، وعندي هنا سماعه. تعال ابدا اكلمك عن منطقه الريسبشن. خطفتك انا بالمطبخ والطرقه والحركات الجميله ديت. اول ما بدخل هنا بلاقي عندي هنا باب ديكوري، تحس ان هو تجليده، بيعمل خصوصيه قويه قوي ما بين منطقه المطبخ اللي احنا فتحناها لانها ما كانتش مفتوحه، واقنعنا العميل ان احنا نقدر نعمل اوبن كيتشن عندي مفتوح على الريسبشن، وفي نفس الوقت لو جالي ضيف اقدر اقفل الباب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اول ما بفتح التجليده التحفه المميزه اللي عندي ديت بدخل في عالم الريسبشن. هنا منطقه التي في
مكتبه تلفزيون موجوده هنا، عندي وحده تخزين سفليه باضاءه شيك قوي بكسر رخام تحفه، عندي تجليده بديكور لطيف بلون متناسق مع بديل الحجر اللي موجود، عندي هنا ال شيب صوفه هتكون موجوده بالشكل ده. وطبعا عشان الريسبشن كبير قوي ففكرنا ازاي نعمل سيمي برايفسي كده ما بين المنطقه اللي هنا والمنطقه اللي هنا، فعملنا البارتيشن ده. طبعا الجزء ده ثابت ليه؟ لان انا ال شيب صوفه هتكون موجوده هنا، فده بالنسبه لي بقى ظهر لل شيب صوفه، اقدر احط هنا كل الحاجات اللي انا عايزها واشحن موبايلي وخلافه. عندي ال شيب صوفه جايه لحد هنا كده، فانا هبقى قاعد قدام الشاشه في المنطقه والمملكه بتاعتي. لو بصيت على البارتيشن هلاقي البارتيشن دوت مفتوح على الجزء اللي خاص بالريسبشن، وعندي هنا اكسسوارز هتكون موجوده واعمده واخده لون قريب قوي من القشره اللي احنا اخترناها. عملنا ليد بروفايل بالمنظر اللي احنا شايفينه، كاني عملت جيت بوابه ما بين المنطقه هنا والمنطقه اللي هنا، واستغليت دوت طبعا في عناصر الاضاءه اللي احنا شايفينها. عندي هنا منطقه الطعام طبعا لسه هتتعمل بكره ان شاء الله، وعندي منطقه البوفيه. وكنا بنراعي قوي حاجه مهمه في البوفيه، ان انا البوفيه ده لما يتعمل والباب المخفي بتاعي يتقفل بالمنظر ده، لو انا عندي ضيوف فالبوفيه هيبقى واخد المنطقه دي بالكامل، ولكن هتبقى ريسيسد حاجه بسيطه قوي مع الباب. لو انا خلاص ما عنديش ضيوف وحابب افتح الريسبشن على الطرقه والمطبخ، فهقدر افتح الباب بالمنظر ده وهتكون موجوده ورا البوفيه. تعال نتنقل للبوابه الثانيه بقى، للمنطقه الثانيه اللي احنا قاصدين نعملها. عندي هنا منطقه الريسبشن 2 كنبه و2 كرسي، وبما ان هنا منطقه الريسبشن مفيش حاجه ساند على الجزء ده، فانا عندي حاجات هنا اقدر استغلها، وعندي وحدات تخزين بالكامل استغليناها للعميل جوه البارتيشن. عندي كل دي بالكامل دول في تخزين. الكلاينت الحقيقه برضو كان حابب ان هو يعمل تاسيس احتياطي لمكتبه الشاشه او لتلفزيون هنا احتياطا، لو حب في المستقبل يجيب شاشه للمنطقه ديت فاسسنا له شاشه، ولكن هو مؤقتا طبعا قال ان هو هيجيب كرسيين وسايد تيبل موجوده. تعالى اكلمك عن اوضه النوم الماستر، سويت كامل يعني طالع غرفه فندقيه. انا عندي هنا السرير، وعندي كومودينو يمين وشمال باثنين ابليك، عندي هيد بورد بديل الحجر، وعندي هنا ماتيريال نقاشه لطيفه كده شكلها شيك قوي. لو بصيت كده تعالى اقف هنا كده، بص هنا هتلاقي عندي هنا دولاب تخزين. طبعا الكلاينت عايز تخزين كتير، فعندي هنا دولاب تخزين بالكامل سوفت كلوز باضاءه بوحدات ادراج سفليه. عندي هنا جزء مكتب، قال لي انا ساعات ببقى بالليل عايز اقعد على اللابتوب وكده، فعندي جزء هنا يقدر يقعد فيه على اللابتوب. عندي طبعا جزء اكسسوارز او كتب اقدر احطها هنا، وعندي هنا شاشه التلفزيون بمكتبه بالمنظر الجميل دوت. لو بصيت هنا هلاقي ان في بوابه بتدخلني على الدريسنج وبتدخلني على حمام النوم الماستر. اول ما بدخل هنا عندي سنسور طبعا بيشغل معايا الاضاءه. طبعا الدولاب فيه تفاصيل كتيره قوي عايزه فيديو لوحده، بس خلينا نقول سريعا كده. عندي طبعا هنا منطقه تخزين بالكامل، عندي تعليق ودراج سفليه بالشكل ده. تعالى بقى ايه الميك اب بقى، شغل الميك اب والحاجات الجميله. شايفين عندي هنا توزيعه الميك اب، وعندي هنا الشماعه اللي بحط فيها البناطيل، وعندي هنا التعليق العلوي. نفس الكلام في الكورنر، لو بصيت هلاقي ان انا عندي هنا دوران كورنر دوران، وعندي هنا برضو تعليق لطيف بالشكل ده. نفس الكلام ده ليه فيديو لوحده هنتكلم فيه. ولو بصيت بقى عايز بقى ابص على الاوتفيت بقى بتاعي كده، ابص على الاوتفيت كده واظبط الدنيا وبتاع، ولكن الحقيقه دي مش مرايه بس، ده باب لحمام النوم الماستر. راينا ان الباب طبعا يدخل بيلت ان في الدولاب ويقوم مدخلني على حمام النوم الماستر. ليه حمام النوم الماستر عملنا فيه الباب؟ استفيد بمرايه جوه الدريسنج. المساحه عندي ضيقه الحقيقه، فانا عشان خاطر كده عملت باب جرار. كنت عندي هنا غساله، عندي هنا سخان خاص بالحمام، وعندي وحدات تخزين بالمنظر ده. عندي قاعده مريحه جدا، ما عنديش اي حاجه ولا اي مشكله مقابلاني خالص، مسافه مرتاحه جدا في الجزء دوت وانا واقف اهو، ما فيش اي مشكله. عندي مرايه شكلها شيك، عندي حوض طب، وتحت هنا عندي مكان اقدر احط فيه فوط بمعالجه لطيفه وتفصيله ظريفه قوي في منطقه الصرف الخاصه بمنطقه الحوض. تعالى بقى اوريك بقى الاستجمام بقى والمديتيشن بقى والدلع كله. الحقيقه انا لو دخلت هنا عندي كرسي معلق، اقدر اقعد واخد الشاور بتاعي وانا قاعد ومبسوط، واقدر اقفل دوت واخد المساحه بالكامل. عندي هنا جتات 4 جت، بحيث ان انا وانا باخد شاور اقدر انبسط كده وانا باخد الشاور. عندي هنا سماعه، وعندي ريني شاور طبعا بخلاط سمارت. لا ندخل مع بعض على غرفتين البنت، بالذات غرفه البنت الاخيره سايبها الحقيقه اخر حاجه، لان اي بنوته بتتفرج على الفيديو ده انا متاكد ان الاوضه هتعجبها قوي. نبدا بغرفه الولد. بودي الحقيقه صاحب الشقه يعتبر صديق واخ يعني ليا. طبعا لسه احنا زي ما بقول لكم الفرش موجود. انا عندي هنا منطقه الدولاب، بس انا اللي استعجلت شويتين. عندي هنا مكتب، وعندي هنا مكتبه خاصه بالشاشه والبلاي ستيشن لبودي. عندي هنا منطقه السرير بهيد بورد. لو خدت بالكم هتلاقي ان احنا عشان الالعاب عنده كتير وكده عندنا ستورج كبيره قوي موجوده فوق
السرير عندي هنا رف يقدر يحط عليه اللعب اللي بيحبها ويحب يشوفها بشكل دائم، وعملنا له هنا زي ما احنا شايفين تخزين اكتر موجود جوه السرير. الحقيقه في بورتريه هنا موجود بعنصر اضاءه برضو انا اللي مستعجل شويتين ثلاثه. تعالوا ندخل مع بعض على غرفه البنوته. اول ما بدخل هنا في بورتريهات طبعا موجوده، بس المفروض انها تتعلق بعد بكره، يعني الفرش بكره وبعده، فالبورتريهات هتبقى متعلقه. عندي هنا 2 بورتريه سنو وايت والحركات اللطيفه اللي لولو بتحبها. عندي هنا منطقه ارفف مضيئه متاسس لها دي مع الفرش، لان هي جايه بوحده متكامله بالكامل مع منطقه الشاشه. لو بصيت هنا هلاقي عندي تسريحه، يمكن ده يعني عشان احنا في جزء اتورد من الفرش النهارده فانا يمكن استعجلت. ده بص بقى مملكه عندي هنا. انا عندي هنا وحدات تخزين بالكامل يمين وشمال، الاثنين ميرور لبعض. عندي هنا عناصر اضاءه اقدر احط فيها الاكسسوارز والالعاب والحاجات ديت. عندي هنا المفاتيح بتاعه الاضاءه اللي موجوده مع فيش الكهرباء ثابته في الجزء ده عشان يبقى في السايد تيبل، مش محتاج كومودينو نهائيا. عندي وحدات تخزين سفليه بالكامل، وعندي درج هنا تقدر تخزن فيه كل الوحدات بتاعتها. عندي هيت بورد هنا، حاجه شيك، حاجه بتعبر عن بنوته رقيقه. وعندي برضو نفس الكلام هنا، وعندي هنا دولاب موجود بالكامل. الحقيقه الشقه فيها تفاصيل اكتر بكتير من اللي انا شرحتها، يمكن انا عشان مستعجل في ان انا اوضح لكم جمال ورقه وحلاوه الشقه طالعه عامله ازاي، والهدوء النفسي اللي موجود جوه الشقه. الحقيقه احلى واجمل بكتير من اللي موجوده في الفيديو. رايكم في التحفه الفنيه دي؟